عايزكوا ترسموا معايا. أنا بقالي كتير ما رسمتش على فكرة، بقالي يومين ما رسمتش خالص. أنا لو رسمت خط السنتر كده أهو في نص الكرة بتاعتي، هو ده خط الودان. يعني الودان هتبقى هنا والودان هتبقى هنا، والوش بيبص لتحت يبقى ينزل لتحت، يعني كأنك نزلت من الودان دي كده هنا، نزلت هنا، نزلت مسافة لتحت. بعدين خط السنتر في النص اهو، جاي ناحية الشمال شوية. طب نص الكرة فين؟ هنا، جاي ناحية الشمال شوية اهو، يبقى انا هاجي ناحية الشمال، لأن البنت بص ناحية الشمال شوية. حتى لو ركزت مع عرض الشريحة هنا هتلاقيها أكبر من العرض ده. بعد كده هناخد خط الأنف هنا في التلت اللي تحت أو سدس الكرة كله، وناخد خط في السدس. لازم نخلص البورتريه ده قبل الساعة واحدة كده، 12:30 كده. لازم نخلي المسافة دي قد المسافة دي، هي كده كده لو لازم يكونوا قد بعض. أنا هحاول إن أنا أحرك أظبط خط واحد، وبعد كده المسافات كلها هتنزل بنفس المسافة. يعني ده خط الحاجة. لو لاحظت هتلاقي إن الودان هنا، بص الودان فوق هنا لسه ثابتة زي ما هي، الودان موجودة هنا اهي، لكن الخط بتاع الحاجب نزل تحت اهو، نزل تحت هنا، لكن الودان فين؟ فوق اهو. عشان كده خدت مستقيم الأول وبعدين حركت الكرة لتحت. معنى إن أنا عملت كيرف كده إن أنا حركت الكرة بنفس المسافة دي. أقدر أحرك خط الأنف برضه، يعني خط الأنف ده أقدر أحركه نفس المسافة كده. بص يوصل بقى زي ما يوصل، المهم إن هما يتحركوا بنفس المسافة. وآخد المسافة ده وأطلع بيها المسافة دي أهو هنا، أصبح إن خط الشعر اتحرك نفس المسافة اللي اتحرك بيها مين. يعني المسافة دي قد المسافة دي. خطوط يعني الخطوط الخطوط المستقيمة دي قبل ما الكرة تتحرك في الوضع الأمامي، هناخد شريحة في التلت الشمال في التلت من أول هنا لحد هنا، لكن السدس من أول هنا لحد هنا سدس الكرة، وأرجع أخد سدس الكرة التاني كده أهو. يبقى الشريحة دي بتتاخد في السدس ده والسدس ده، لكن الشريحة اليمين الشمال قصدي متحركة ناحية الشمال شوية كده هنا. طب ودي متحركة ناحية اليمين شوية أهو، نفس المسافة الصغيرة. كأن حركت الكرة ناحية الشمال ونزلتها لتحت. الخطوط المستقيمة هي خطوط الوضعية الأمامية، يعني لو أنا معايا كرة لومس هلاقي الخطوط كلها باصة لقدام وبعدين أبدأ أحركها، يعني كأنها نزلت مسافة لحد هنا كده، يعني كأنها بقت هنا كده. المهم تقللها، مش شرط يعني تقللها بالظبط قوي، بس المهم إنك تقلل المسافة دي شوية عشان ممكن ترجع تعدي. سوري، هزود الخط ده طوالي كده. شوف الموضوع سهل وبسيط ازاي. خلي بالك ان الدقن مايلة، الدقن مايلة معنى كده ان الخط ده مايل، الخط السنتر ده مايل. تصدق انا ما خدتش بالي في الاول انه مايل، انتوا اللي لخبطتوني. الخط ده وده، بس احنا بقى ما عملناش كده، مش مشكلة عادي، هنميل بقى بس نكون فاهمين ان احنا هنميل. بعد كده بقى نعمل ايه؟ نيجي هنا كده نحدد مين الدقن. شايفين خط الدقن ده طالع منين؟ من نص الشريحة بالظبط، من اول هنا لحد هنا النص، نص في النص أهو. كل مرة هتلاقيني بطلع فوق وانزل لحد نقطة الدوران. الدوران هيبقى هنا بقى، انا ماشي مستقيم اهو لسه ما لفتش، ونعدله على الرسم.
شوف أنا بطلع منين، من نص الشريحة. شوف الجزء ده مايل، بص الجزء ده مايل كده، يبقى يتنقل مايل. بعدين أجي عند نقطة الدوران ويتعوج كده أهو، يبقى يتنقل زي ما هو. دي أهم خطوة في البورتريه كله، اللي هو نقل الدقن. اتصال بعد كده ممكن نرسم الدقن. انت عندك الودان هنا، هتنزل مسافة كده وترسم الدقن. لو جيت تشوفها هتلاقي الدقن مع نهاية الحاجب، صح؟ لا، طب نهاية الحاجب هنا اهو، يبقى الدقن هتبقى فين هنا؟ الرقبة قصدي، الدقن ايه؟ الرقبة. لو انت جيت بصيت كده هتلاقي الرقبة فين؟ هنا في النص، في الجزء ده كده، اللبس هنا، مش تحت، يعني مش نازل تحت. خلي بالك من النقطة دي، يبقى عارف كل نقطة بترسمها ازاي. انا هبقى قريب من الجزء ده، واجي الناحية التانية هلاقي خط الرقبة في نص العين تقريبا، وقريب جدا من الدوران ده، يعني من الاتصال ده مع ده. شوف، أنا باب اللبس في الجزء ده. أدينا رسمنا اللبس، بس شوف كل نقطة فين، يعني حدد ده كل نقطة، النقطة دي فوق، النقطة دي تحت، بس ما هوش نازل مسافة كبيرة. يبقى احنا هنيجي من هنا ونميل كده، تمام. مش نازل مسافة كبيرة أوي. أنا هقدر الجزء ده كده زي ما هو، وننزل الجزء ده كده لحد هنا كده تقريبا. أقدر المسافات بالنظر شوية يعني. إني مرسمها هنا صح، الحلقة هنا موجودة أهو. بقية الودان بتكمل كده، آخرها فين؟ عند الخط ده. يبقى احنا هنطلع كده، نرسم كده الودان الحلوة بتاعتنا دي، عرضها أهو بعرض الجزء اللي احنا سايبينه. طب والناحية التانية نفس الفكرة. خلي بالك إن دي تقريبا شبه نص كرة كده، عامل زي نص الكرة، بس نرسمها نص كرة. تعالى الناحية التانية قصادها عند الخط بالظبط، هتلاقي نص كرة صغير كده، وبقية الودان مش باين. بعدها بمسافة كده في حلقة كبير كده. ونهاية الودان فين؟ زي ما احنا قلنا، احنا كنا قلنا ده هيتميل كده، تيجي هنا وتعدل نفسها. يبقى نظبط معاها الشعر ده، سمك الشعر. وبعد كده الجزء بتاع الودان ده راجع لورا أوي كده، لأ خلي الناحية دي شوية عشان ما تخلوش يرجع ورا. ايه رأيكم؟ تعالوا بقى نكمل بقى الجزء السهل جدا اهو. الجزء ده طالع كده اهو، وأقوم لافف كده وألف أهو اليمين للشعر. أجي الناحية التانية، الشعر طالع لفوق حاجة بسيطة، ألف وبص على الجزء ده. الحتة دي أنا طالع منها نهاية الشعر أهو من الودان. شوف أنا بعمل خطوط مستقيمة إزاي، أنا عايزك تمشي كأنك بتشخبط كده، بتبص على الرسمة وتشخبط. أنا عندي الحاجب هنا صح، حاجب نهايته الشريحة دي أهي، والجزء ده فاضي، هتلاقي الميل فين بين الجزء ده. شوف علاقته مع الودان عاملة إزاي. بس كده نلف بقى كده بده كده ونطلع. أنا قلت إن ده نهاية الوش، الراس من فوق، فوقها بشوية كده أهو، تقوم راسم بقية الجمجمة. دي طالعة منين؟ من الجزء ده. ده فوق شوية كده أهو، خلي نهايته مع الجزء ده. ولا إيه؟ ولا بطلت ترسم؟ هي دي البلوكات. أنا شكلي بدأ يجيلي بلوك بتاع داتوني أصلا.
أنا حددت عرض الأنف، عرض الأنف أهو، شايفين؟ وقارنه بالعرض ده كده، هيجي قبلها بمسافة أهو، عرض ده قبل ده بمسافة، عرض ده قبل ده بمسافة بالظبط. يبقى أنا كده خدت العرض، ما أنا لازم أبعد المسافة من هنا قد هنا، ما ينفعش إن أنا أبعد مسافة مش قد التانية، لازم الناحية دي تبقى قد الناحية دي، لازم، عشان تعرف تظبط عرض ده مع العرض الجزء ده. بعد كده ارسم مين خط العين، عايز يطلع فوق شوية، عايز يطلع فوق شوية عشان يبقى في التلت اللي فوق بالظبط. شفت الصورة بتاعتي في العنب، رحت صورت في العنب وجيت. يلا رجعونا زي زمان، هفتح لكم بالليل على طول بس يلا. بس الشهر ده ما يعني مضغوط مضغوط، مش فايق الشهر ده يعني. المسافة دي أقل شوية من المسافة دي، عشان الوش باصص لتحت، معنى كده الوش باصص لتحت، يعني المسافة دي هتضيق. تمام، دي أول حاجة ثابتة، اعرف إن التلات مسافات بيبقوا متساويين، لكن مع تغير حركة الوجه اللي بتتغير. يعني من هنا عاملة بسيط، جزء بسيط كده، أطلع فوق، لسه الخط هنا، ما هو ده الخط اللي هو نهاية الجناح من تحت، يبقى أنا هطلع فوق. تمام، أحاول بقى إن أنا أضيق الناحية دي شوية عشان أوسع. شوف أنا فوق فين، فوق بعيد عن الخط أهو بمسافة، وبعدين أميل كده. طب لو أنا جيت أخد خط الدوران بتاع الأنف أهو، ساب لي المسافة دي، شايفين المسافة دي أكبر من مسافة الفتحة، من الارتفاع الفتحة نفسها أساسا. فأنا بقى هرسم كده أهو الجناح، بص، وأطلع كده، الجناح ده بيطلع بس ما بيعديش الخط ده، بالذات في الوضعيات الأمامية. شوف أهو، شوف عدى الخط نهاية الفتحة دي ما عداها. عايزك بقى تظبط الناحية دي عشان ما كانتش مظبوطة. ننزل تحت كده ونقف نروح الناحية التانية، هنمشي مستقيم حاجة بسيطة ونطلع، زي ما عملت هنا كده، بص خط مستقيم مايل يروح للفتحة التانية، وما عامل زيها. أهم حاجة وأنت بترسم الجزء اللي في النص ده ما يبقاش غامق، ما ينفعش يبقى لونه غامق زي الجزء ده كده وزي الجزء ده كده، يعني الجزء ده يبقى فاتح، الجزء ده غامق والجزء ده غامق والجزء اللي في النص ده فاتح. وبعدين تنزل تحت مسافة واطلع واعمل مين الدوران، يعني هاخد الدوران هنا كده اهو واطلع كده، خلي دي قصاد بقى دي اهو، بس على المايل، يعني دي لازم تطلع لفوق هنا شوية، نهايتها فين مع نهاية دي برضو زي ما اتعلمنا اهي. وشوف خطوطي وامشي الجزء اللي هو الظل اللي موجود هنا ده،
اهو هعمله هنا، وهتلاقيه طالع كده ونازل، نازل شوية قوي هنا كده، ورجع طالع الناحية التانية زي الناحية التانية، بس الناحية دي خفيف، يعني الظل الناحية دي أخف. وأرجع أطلع كده، هنا هطلع فوق كده بالظل وأنا طالع كده بشكل دائري شوية. يعني مش عارف مين دي، عايزين نرسمك، نرسمك، يلا نرسم. أنا نرسم مين؟ كان اسمك ايه؟ شوف هطلع، بص بظلل اهو عادي، وشوف هتلاقي المسافة دي صغيرة مش كبيرة قوي، واطلع الف بقى هنا، بص في الحتة دي، دي العين هنا، هتلاقي دي فوق العين او جنب العين. طب والناحية التانية، ظل خفيف مش خطوط، اوعى تخط، اوعى تعمل خطوط، بظلل عادي والف في الحتة دي. خط العين المفروض يطلع فوق شوية عشان الوش باصص لتحت، هنطلعه ملي من هنا وملي من هنا. هي عرض الأنف، عرض الأنف قلنا بناخدها من هنا كده، هتوصل لحد فين؟ وصلت لحد هنا. نحدد ارتفاع الشفة اللي فوق، امشي كده كأنك بترسمها، بعدين حدد مكان الشفة اللي فوق، وبعد كده انزل مسافة كبيرة، المسافة اللي تحتها أكبر، بس أكبر بحاجة بسيطة، يعني كده قد المسافة اللي فوق، انزل تحتها كمان حاجة بسيطة. لو انت حسيت ان المسافة دي وسعت قوي، ضيقها من هنا من تحت هنا كده، والنقطة دي طالعة لفوق اهو، بص هتلاقي الخط مايل، لأن الدقن مايلة، عارف الدقن دي مايلة برضه، اهو مايل، والله مايلة، كله مايل، بص لو بصيت على الريفرنس هتلاقي مايل، والفم مايل والأنف مايل، وهتلاقي الأنف من هنا مايلة لفوق، ومن هنا نازلة لتحت، ودي نازلة لتحت، ودي طالعة لفوق، مع إنها مستقيمة. بعد كده هنيجي في النص بالظبط، ونعمل 7 كده، خط خفيف، خط خفيف، وخط ناحية تانية، ما تعمليش طبق كده، ما تعملهاش طبق كده، وما تعمليش كده، لا اعمل لي خط كده، واعمل لي خط كده، عشان تعرف بقى النقطة دي فين، في نص الفتحة بالظبط هنا كده، هتنزل بالخط بالنقطة دي كده، بص بخط مستقيم برضه. شفت الدوران ده فين، عشان تحدد العرض ده صح، لأن بتختلف من شخص لشخص. فانت لو بصيت الدوران ده هتلاقيه في الفتحة صح، مش احنا محددين الفتحة اه في نص الفتحة، والناحية التانية في قبل هنا بالظبط هنا كده اهو، يبقى انا هلف من هنا، هاخد خط مستقيم، بس مش عايز، احنا هنزل هنا الأول، النقطة ده اهي دايما تحت النقطة دي في الوضع الأمامي، بس بعد كده هلاقي النقطة دي داخلة لجوه كده شوية، هنزل بقى، هنزل كده مايل تقريبا لحد نهاية الفتحة اهو، وبعدين هطلع فوق، تمام، وبعدين أرجع أعمل كده، وأحدد نهاية النقطة دي فين بالنسبة للوش، بعيد عن الأنف بشوية، بعيد عن الأنف المسافة، هنزل هتلاقيها متحددة صح. الناحية التانية نفس الكلام أهو، شوف الخط، لازم لازم النقطة دي تطلع لفوق كده، مش شرط تمشي على خط مستقيم، وهتلاقيها بعيد عن الأنف مسافة مش كبيرة أوي أهو، هنا بالظبط. يبقى أنا همشي كده مستقيم، وبعد كده أطلع بدوران خفيف هنا. نرسم بقى الجزء ده، الجزء ده ماشي مستقيم كده، وبعدين نزل اتسحب وخد الدوران ده كده من هنا، هيتعدل أكتر في التظليل، يعني وانت بتظلل هيبقى شكله واقعي أكتر. الجزء ده كأنك طالع برا كده، وبعدين ميل خفيف، وامشي مع الدوران ده. هبدأ من النص، هتلاقي الجزء ده نازل ربع ملي، حاجة بسيطة جدا، وبيلف، عايز يروح فين هنا،
فانت هتعمل كيرف خفيف كده وتلف كيرف خفيف. شوف الكيرف اللي جوه كده خفيف ونازل. تاني بعمل الجزء الدوران ده من هنا كده. انت ماشية معايا أمل ولا؟ واجي هنا قبل دي بمسافة وهدخل لجوه وارجع الف. هل احنا عرضنا الفم قوي؟ عرضناه صح، بس ان احنا عرضناه قوي. عادي لحد هنا. فنرسم دي وبعدين نظبط دي على اساس. وبعدين نيجي هنا. شايف الخط ده؟ عامل فيه دوران زي اللي انا عملته ده. روحي بقى. بعد كده هنطلع حاجة بسيطة كده. المفروض بنمشي مستقيم مع الخط اللي بياخد دوران ده، وبعد كده بنزل كيرف لتحت، كيرف خفيف كده. على فكرة الخط ده مهم جدا اللي أنا رسمه ده، برسم من عليه دوران العين. وهتلاقي النقطة دي مش بتقف هنا، بتطلع مسافة صغيرة هنا فوق. ليه بتطلع مسافة صغيرة فوق؟ عشان لو أنا خدت شريحة في الوش بالشكل، لو خدت شريحة في العين بالشكل ده، هلاقي الشريحة دي واخدة الدوران ده. لو خدت الشريحة دي من الجزء ده هنا، هلاقي إن الخط العين اللي هو هنا ده خط العين اللي هو واخد دوران ده. النقطة دي والنقطة دي الشمال، هتلاقي النقطة دي بتطلع لفوق كده. ليه بتطلع لفوق؟ عشان الشريحة بتاخد الدوران ده، الوش بتاعنا واخد الدوران ده كده. فأنا طبيعي لما راسم من الخط واخد دوران، فأنا رسمه مستقيم مع الكرة، يعني هو بيلف نفس شكل الكرة. بعد ما بيلف الدوران بتاع الكرة بيطلع لفوق مسافة عشان الوش بيلف هو كمان، فبيطلع فوق مني كده هنا. فعشان كده بنطلع العين من هنا مسافة عن العين. بعد كده نكمل بقى عادي. قيس عرض العين. عارف عرض العين ده من أول هنا، مش من أول الرموش، من أول الجزء ده. عرض ده بيبقى أقل من عرض الأنف، أقل باتنين تلاتة مللي كده، يعني أقل بشوية لحد هنا. لو أنا جيت أقيسه لازم يطلع أقل. تمام، احنا واخدينه صح. بعد كده نرسم بقى الشكل بتاع العين بالظبط. العين عالية من الجزء ده، بص ممكن تحدد الجزء العالي ونازلة من هنا كده، والناحية التانية. ويرجع بقى الرموش بقى، شوف الرموش بترسمها خارج العرض اللي انت قسته، سواء رسمتها طويلة صغيرة مش هتفرق كتير. من أول هنا هتلاقي الحتة دي دقيت معاك أوي، الحتة دي. ده كده خط العين اللي فوق. شوف بكل سهولة ممكن ترسم بقى، بص تبعد مسافة صغيرة وترسم الحاجب. وأنصحك نصيحة من أخوك الصغير، ترسم الحاجب آخر حاجة، آخر حاجة. شوف برسمه، بص كأني بقيس المسافة دي وأنا ماشي دي، وبعدين أرسم بقى السمك اللي فوقه زي ما أنا عايز، أصغره أكبره أتحكم فيه. دي يا إما بتبقى مستقيمة يا إما بتبقى مايلة بالشكل ده. ففي الوضعية اللي هي معايا دي مستقيمة مش مايلة، مش مايلة كده. ما هي الحاجب يا إما تلاقيه مستقيم كده يا إما تلاقي جزء مايل كده. ما ينفعش العكس، ما ينفعش الخط ده يبقى العكس كده. ما ينفعش الحاجب يبقى مايل كده وعامل كده. غير بقى في الناس الشريرة بقى، يعني كده. الصح إن الحاجب يكون عامل كده، يمشي دي مستقيم، بتلاقيه ماشي ده مستقيم وبعدين يطلع مسافة صغيرة بس، وبعدين يرجع يلف تاني، بص كده.
تلاقي ماشي بقى، ده مستقيم، لا ده نازل برضه لتحت زي ما ده نزل لتحت، وبعدين يطلع بص زي ما عملت تحت تعمل فوق. دي مستقيمة، دي بتبقى مستقيمة كده وبعدين تنزل، فتلاقي الحاجب بيبقى شكله كده، تطلع كده وتطلع حاجة بسيطة جدا وترجع تنزل. شوف ده بتاع، تلاقي الحاجب عند الراجل كده اهو، وتلاقيه عريض، تلاقي العرض هنا قد العرض، قريب من العرض ده، تلاقي الخط واخد كل العرض. شوف الفرق ما بين الحاجب ده والحاجب ده، ده حاجب مرفوع من الجزء ده في الباي يعني، بدل ما تتعب يعني. انت لو كتبت حامد الشاب بالانجليزي قناتها هتظهر لكم، بس هتلاقوها أجنبية، قناة أجنبية مش، بس فيها كورس بالعربي موجود، لو دورت عليه هتلاقوه. أنا عايزكوا بس تتابعوا البث ده مهم، وتابعوا اليوتيوب برضه. رسمت الرموش، الناس اللي بتتلخبط في الرموش، بص أنا عندي سمك اللي انتوا بتتلخبطوا فيه ده السمك بتاع الجفن، السمك اللي هو فوق ده أنا نسيت أعمله أصلا، كان لازم أعمله، سمك ضعيف كده بس مش باين. الرموش بقى بتلاقيها بتطلع من هنا وبتاخد شكل ايه، شكل كيرف كبير كده، مش كيرف صغير كده، لا اعمل كأنك بتنزل بحر كده وطالع، ما تعملش كده، تعمل ما تنتشاش كده، ما تنتشاش، لا لف عادي واطلع. على فكرة وانا برسم الرمش بتاع البنت دي اهو بلف عادي كده واطلع، بلف واطلع، بس ممكن بنفهم خلاص، يبقى ده من حق ده انتوا كده، خلاص بقى يعني، ده اللي انا عايزه. شايفين بقى، بصوا العين بقى نرسمها باحترافية، خط السنتر في النص، صح، خط السنتر في النص، عايزك بفهم كده، هو العين مش الجزء اللي فوق ده متداري في العين، لكن الجزء اللي تحت مش متداري، بس نهاية العين مع مين؟ مع الجزء الدوران ده، صح، يعني الدوران ده موجود هنا كده. طب ونهاية العين فين؟ هنا، ما هي دخلت جوه العين، دخلت مسافة قد ايه مش عارف، تقريبا دخلت هنا كده، يبقى من أول هنا لحد هنا هو ده ارتفاع العين، يبقى خلاص معاك الارتفاع بتاع العين، يبقى انت معاك عرض العين، يبقى العرض ده قد الارتفاع ده. طب ارسم بقى يا عم العرض قد الارتفاع كده وورينا اهو، والف الناحية التانية مع العرض اهو، وامشي كأني رايح للنقطة اللي بره، او كأني برسم كرة، ماليش دعوة بقى ما ببصش لهنا. شوف، ما تبصش بره، انا على فكرة ما بصيتش للعين دي، انا شوف بس اللي بصيت لها في لحظة واحدة، لقيت الجزء ده متداري مسافة قد ايه، وقدرت المسافة لبره، وقلت ان الارتفاع الكرة قد العرض، ما هي الكرة لها قطر صح، خلاص العرض قد الارتفاع. بصوا بقى، طب انا برسم الجفن بتاعي، في حاجة بقى انا معلمتها لكاش بقى، بس مش هعلمها لك النهاردة يعني. المفروض بترسم كرة العين، كرة العين اللي هي اسمها الصلبة، بتبقى من بعد القرنية بمسافة صغيرة ونازلة لتحت، ونهايتها مع نهاية الخط اللي فوق ده كده، ومع نهاية الجزء ده كده، وتلاقي لو رحت على اليوتيوب هتلاقيني شارحها في الكورس اللي أنا عامله بالعربي أهو. بص دي كرة العين، دي اللي بنرسم، هتلاقي بقى الجزء اللي هو ده اللي هو في القناة الدمعية ده مع الكرة، هو ده بداية الكرة ونهاية الكرة مع نهاية العين من هنا. هنروح للعين التانية بقى، وبدايتها من هنا زي ما حددناه، هرسم برضو نفس الفكرة، هرسم الدوران ده الأول أهو، الدوران الصغير بتاع القناة الدمعية، وأمشي مستقيم مع الخط مسافة صغيرة، وأنزل، أنزل ربع ملي، حاجة بسيطة كده تحسسني إن أنا نزلت بس،
خلي عرض العين ده قد عرض التانية، لأن العين يعتبر وجه أمامي، فإيه الاتنين قريبين من بعض. هل بقى النقطة دي هتثبت على الخط زي ما أنا علمتك، ولا قلتلك اطلع فوق مسافة صغيرة؟ فاكر؟ وبعدين نرسم سمك العين. شايفين السمك؟ واضح السمك ده هو ده اللي أنا برسمه ده. بعد كده ترسم بقى، شوف ده ماشي مستقيم على فكرة. شايفين الخط اللي أنا برسمه دلوقتي ده هو اللي بيتحكم في ارتفاع العين. يعني أنا لو نزلته كده هيضيق لي العين، طب لو طلعته كده هيوسع لي العين، فأنا بوسعها من الخط اللي فوق ده. اللي تحت ده اترسم كده كده وما بيتحركش، هو ثابت. حتى انت لو العين قفلت، يعني لو انت غمضت عينيك هتلاقي ان الخط ده اهو، العين لما تغمض بتاخد نفس الشكل ده، عشان ده اللي اتحرك قفل على ده. فانا همسح بقى الكود ده واظبط بقى الشكل اهو. يبقى تلاقيه دخل مع الخط، بس هفضل مزود مستقيم، ماشي مستقيم يعني، وميل يعني. اول هنا من نص العين اهو، وارسم كأني برسم كرة رايحة فين، عند النقطة اللي بره العين دي اهو. نفس الفكرة. مش عايز بقى ألف عند الكرة، هو اللي أنا عايزه، بس أنا تخيلت إن أنا هلف كده وأروح فين هنا. نرسم مين؟ نرسم أهو حاجة بالتاني. أرسم سمك الحاجة. امسح بس، امسح امسح امسح.